معانا دلوقتي على الهواء الكاتب الصحفي الاستاذ محمد البرغوثي. مساء الخير، اهلا بيك معانا في ميدان التحرير. استاذ مجدي، ازيك؟ ازي احوالك؟ استاذ محمد، اسمح لي انقل لك اعجابي الخاص جدا والشخصي بكل ما تكتبه. ربنا يخليك يا استاذ اماني، ما تحرمش منك. وخاصه مقاله النهارده في المصري اليوم الحقيقه يعني ومهمه، ومقاله مهمه جدا. خلينا نقول ملخصها للناس. اتفضلي. لا انت اللي تقول، احنا اللي هنقول لك ملخصها للناس. يعني انا جايبك عشان انا اقول لك قول لي ملخصها للناس. انت عارف الواحد بيبقى كاتب اللي بينزل يوم الاربعاء ده بيبقى مكتوب الثلاث. اوعى يكون حد بيكتب لك. لا يا بيه، ولا انت مش منهم ولا ايه؟ لا مش منهم بيه. لا انت بتقول انه شكرا انه في وقود هيخليك تكتب. انا كنت عامل زي ملاكم، يعني كان بيصارع، ملاكم ضعيف قوي، كان بيصارع يعني كان بيهد جبل، او يعني واحد بيهد جبل وفجأة الجبل انهار. ففجأة ما بقتش يعني خلاص يعني خلاص هتحارب ايه تاني؟ خلاص الجبل وقع يعني. كل ما كنت انادي به قد تحقق. يعني انا فعلا بدأت الكتابة سنة 88 والى الان لم اكتب مقال. ده كان اول فعلا مقال، ده يعني اول مقال اكتبه في حياتي في غياب الرئيس مبارك. ومن يوم ما بدأت وانا كنت واعي شديد الوعي انه مفيش حاجة اسمها ان الرئيس مبارك كويس بس اللي حواليه فاسدين، والوزراء كويسين بس اللي حواليهم فاسدين، ورئيس مجلس ادارة الاهرام كويس بس اللي حواليه فاسدين، ورئيس التلفزيون كويس بس اللي حواليه فاسدين. الكلام ده كان كلام نصب وتدليس على الناس كلها. الفاسد يجتذب الفاسدين حواليه. وانه احنا كنا عايشين في عصر السلطة فيه سلطة مافيوية وعصابات منظمة افسدت البلد بالكامل. ده كان رايي. طب الان وبعد ان سقط كل هذا، بقيت سعيد جدا ان ده بيتساقط، ولكنني لاحظت ان هناك مجموعه بنطلق عليهم الان المتحولون والمتلونون، او ما اسمتهم في مقالب الخلايا النائمه للحقوق للنظام الفاسد في صفوف المعارضه. كتاب يظنهم القراء انهم معارضون، ويظنهم ومذيعين يظنهم المشاهدون انهم معارضون. أيوة. او انهم خليني اقف عند استقلاليه في الراي. خليني اقف عند ده بس للحظه يا برغوثي. كان بيبقى احساسك ايه لما تبقى مثلا، لان انا كنت بتعرض لده، انك انت تبقى داخل عند ناس قرايبك او حاجه ويقول لك شفت فلان النهارده وانت عارف فلان ده ايه، فبتبقى ايه عارف. وبعدين لما بتتكلم بحماس او بتقول ده بتلاقي نفسك عمال تتعب، وهم بيبصوا لك كده بنوع من انواع الشيء اللي انت بتقوله ده. لا احنا ما نديش، احنا ما يكرهك الا ابن كارك، واكيد انت بتحقد عليه لانه يعني افضل منك، او لانه بقى مشهور وانت مش مشهور، او لانه بيتكسب اكتر منك وكده. انا عايز اقول انه انا عندي عبد الله كمال واسامه سرايا ومجدي الدقاق، دول واضحين مكشوفين. والناس اللي كانت وممتاز القط بتاع طشه الملوخيه اللي الرئيس كان محروم منها والكلام ده. الناس دي لم يخدعوا احد. الناس الجماهير في ثانيه واحده حسمت موقفها منهم، وعارفين ان هم كانوا كتاب السلطه. لكن الاخطر على الناس والاخطر على هذه الثوره هم الخلايا النائمة لصفوة الشريف في صفوف المعارضة، الخلايا النائمة لجمال مبارك في صفوف المعارضة، الخلايا النائمة لأحمد عز في صفوف المعارضة. وهم مش بس أشخاص وصحف ومواقع مثلا إلكترونية وخلافه، وصحف ومواقع إلكترونية وفضائيات ومذيعين كبار جدا جدا جدا. واخد بالك؟ طب أنا لفت نظري إن أنت كنت حريص إنك ما تذكرش أسماء، يعني أنا مش فاهمة ليه؟ والله مش وقت ذكر اسماء، انا عشان ما ادخلش بس في ولو ذكرت اسماء هتتشال من المقال. انا ما عنديش مانع على الاطلاق. اللي انا كاتب عنه ده انا كتبت عنه مقال قبل كده النهارده، اللي انا كاتب عنه النهارده واقصده في نهايه المقال انه معارض تكسب من المعارضه اكثر مما تكسب اللصوص من اللصوصيه. اللي انا كاتب عنه ده انا كتبت عنه مقال في المصري اليوم، الاستاذ مجدي الجلاد شاله. يعني لانه ممكن يبقى في حسابات داخليه، لكن انا بعتقد انها تباعا يعني هتسقط يا برغوثي. والمواضيع ما فيش، لا ما اعتقدش ان هو بعد الهزه العنيفه اللي حصلت الزلزال ده ممكن يحافظ على بعض اشياء ما تقعش او تفضل سريه يعني. لا انا ما عنديش لا مش متفائل الى هذا الحد. كل الثورات بيبقى فيها قدر من الانتهازيين بيتسلقوها، وقدر من اللصوص بيتطهروا فيها، وبيختبئوا بين الثوار
الى ان تنسى مناخ الثوره وطقس الثوره، يتراجع رويدا رويدا ثم يعودوا لسيرتهم الاولى. ولكن انا شايف ان الشعب في هذه الثوره اكتسب نوع من الوعي الرائع والجميل، حتى ان احدهم كتب النهارده في المصري اليوم مقال بعنوان المتحولون، يقترح على الثوار ان هم يعملوا قائمه سوداء باسماء المتحولين ويعلقوها في ميدان التحرير جنب نصب الشهداء. الغريبه انه ايضا هو من المتحولين، هو نفسه هو نفسه اللي كتب عن البورصه والعيال بتوع التحرير دولت اللي هدموا البورصه ودمروا البورصه والخسائر الاقتصاديه الرهيبه، وانتوا مطالبكم مشروعه وكل حاجه، بس انتوا كده كترتوها وخلاص وعيب كده بقى وارجعوا بيوتكم. طيب محمد البرغوثي، البعض بيقول انه ما تسيب الناس حتى يعني عشان ما يبقاش في نوع من انواع تصفيه الحسابات المجتمعيه، ما تسيب الناس لو عايزه تتطهر، لو عايزه تتحول. انت قلت كلام رائع جدا وجميل وانا موافق عليه بشرط. لماذا لا يقبل الناس ان الله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائب، بس ان يتوب بجد يا بيه. لكن يعني اللي تاب من السرقة يرجع اللي سرقه، اللي تكسب من يعني انت مش خايف من التحول، فكرة التحول في حد ذاتها، لكن انت خايف من الاعراض بتاعتها، لانه معنى ان هو قدر يتحول معنى ان هو هيشتغل تاني، يعني هيمتص برضه، هيتحول تاني الى دراكولا وهيمتص الدماء. لو جاز رئيس تاني ولو انتخب رئيس تاني هيفضلوا يتكلموا عن الرئيس ده بوصفه فرعون وبوصفه رجل لا يفسد على الاطلاق، وهيخلوه فرعون وهيخلوه طاغية وهيخلقوا منه طاغية. انا عاوزهم يتطهروا بشكل حقيقي، وان ولائهم الحقيقي يبقى للناس ولمصالح الناس، وليس ولائهم للسلطة. طيب احد هؤلاء المتحولون اللي انت اشرت اليه عمال يقدم بلاغ للنائب العام تلو الاخر في شخصيات يعني. انا عاوز اقول لك ان هذا الزميل الاعلامي اكثر ثراء من انس الفقي، وانا بالنسبه لي انس الفقي ارتكب جرائم ضد الانسانيه وحرض الناس وحرض البلطجيه على قتل المتظاهرين ولفق وارتكب جرائم مهنيه رهيبه. الثاني ده اكثر ثراء منه، المناضل اللي موجود في لجنه الحكماء، هذا المناضل الموجود في لجنه الحكماء واللي كان طالع يمثل الشباب في التفاوض، هذا الرجل اكثر ثراء، يعني تقدر ثروته باكثر من 300 مليون جنيه. طب في رأي بيقول ما فيش حاجه اسمها بلاغات على صفحات الجرائد، انت عندك معلومه ليه ما بتقدمهاش للنائب العام؟ الكلام اللي على صفحات الجرائد ده خوض في الاعراض. طيب ما انا بكلمك انت كمحمد البرغوثي، لماذا لا تأخذ هذه المعلومات وتقدمها في صيغة بلاغ للنائب العام؟ والله البلد كلها عارفة ممتلكاته فين. انا ماشي، انا ممكن ايوه بس لن يفعل اي شيء بدون هذا البلاغ. انا معلوماتي انه تقدم فيه بلاغات فعلا النهارده. وانا كنت بكلم فيه ناس كتير جدا بتكلمني، وقعوا تحت سطوة الابتزاز بتاعه وفرض عليهم اتوات، وكان مستأجر من صفوة الشريف لكي يدمر رجال أعمال ويدمر ناس شرفاء في البلد، لأنه مش كل رجال الأعمال لصوص وحرامية. هذا الرجل تكسب بشكل غير شرعي، وكان يمثل دور المعارضة ولم يكن معارضا في يوم من الأيام، ومثله بعض الناس. هؤلاء الناس في بلاغات بتتقدم فيهم، هذا الرجل اللي بتكلم عنه حد راح تقدم ببلاغ فيه النهارده تقريبا يعني. محمد البرغوثي الكاتب الصحفي، بشكرك، كنت معانا في ميدان التحرير على الهواء.